بالرغم من إنه كانت الظروف مش حلوة بالميتم، بس أنا باتشكّرهم. الميتم ده دار أيتام، آه. أنتِ عِشتِ في دار أيتام. آه. رحلة قاسية عاشتها الفنانة اللبنانية رولا سعد، بداية من رحيل والدها وأمها اللي ما كانتش قد المسؤولية، وفقدان أخوها وسندها في الدنيا، ووقعة رحيل بنت عمها المأساوية. تفاصيل صعبة، جمد قلبك عشان تعرفها واسمع معايا للآخر. اتولدت رولا يوسف سعد في أغسطس 1978. أبوها كان محاسب في شركة كبيرة في بيروت، ده غير إنه من أصحاب الأملاك، ورولا كان ترتيبها الثالث والأخير في إخواتها. فكان عندها أخوها جورج وأختين هما ماري روز وزينة. ويدوب بدأت رولا تمشي أولى خطواتها، اتهز كيان الأسرة كلها برحيل والدها بشكل مفاجئ، وكان ساعتها عنده 33 سنة. رولا ما عندهاش أي ذكرى مع والدها، في الوقت اللي بتقول عنه إنها على الرغم من إنها ما شافتوش غير في الكام صورة، بس عرفته وحبته من كلام الناس الحلو عنه، وده على النقيض تماما من اللي بتقوله عن أمها اللي لسه عايشة لحد دلوقتي، واللي صرحت من غير كسوف أو إحراج إنها ما عرفتش تحبها، لدرجة إنها قالت حتى لو رحلت مش هزعل عليها كأم، لكن ممكن أتأثر برحلها زي أي إنسان بيفارق الحياة. الفنانة عارفة كويس جدا إن الكلام ده ممكن يأثر على شغلها وصورتها قدام الناس، خاصة إنها زي أي شخصية عامة ممكن تكون مثل أعلى لناس كتير، بس صعوبة تجربتها خلتها تتكلم بصراحة، واعتبرت حكايتها جرس إنذار لأي أم ممكن تعمل زي أمها. اسمع وشوف أم رولا اتصرفت إزاي مع عيالها بعد رحيل جوزها. أم جورج ما خدتش عيالها في حضنها وسهرت عليهم والكلام الحنين ده، فرولا قالت إنها اتجوزت بعد رحيل باباها على طول، وبدل ما تاخدهم في بيت جوزها الجديد قررت إنها تتمتع بحياتها بعيد عن عيالها اللي رمتهم في ملجأ للأيتام. وعن الفترة دي قالت رولا: ما حسينا بطفولتنا، ما عشنا طبيعي بأي مرحلة بحياتنا، وفي أول مرة شفتها بعد ما دخلت الملجأ كانت حوالي 7 سنين، ما سألتش فيهم عن عيالها نهائي. سألتها: ليه عملتي فينا كده؟ قالت لها: ما خصك، يعني من الآخر ملكيش دعوة. الحاجة الوحيدة اللي كانت بتهون على رولا واخواتها اليتم بتفاصيله المرة اللي عاشوا فيها سنين رغم وجود أمهم على قيد الحياة كانت هما، ووجودهم مع بعض كان بيقويهم رغم إن كان أخوها قاعدة على كرسي متحرك. بس الكارثة اللي وصفتها رولا بالخسارة الأكبر في حياتها كانت فراق أخوها اللي رحل على الدنيا في عز شبابه، وكان عنده 27 سنة، فحست ساعتها بجد إن ظهرها اتقطم، حياتها وقفت، لدرجة إنها تمنت الرحيل وراه، وفعلا حاولت تتخلص من حياتها عشان تروح له بسرعة، بس لحقوها على آخر لحظة. الغريب إن رولا تجاوزت كل الصدمات دي، بس الصدمة اللي ما قدرتش تعديها واضطرت تلجأ وقتها للعلاج النفسي عشان تتخطاها كانت رحيل بنت عمها في واقعة مأساوية. حكتها رولا وقالت: بنت عمي كانت رايحة زيارة لأختها المريضة بالداء الخبيث، وهناك دخلت تحمم بنت أخوهم اللي كان عندها 7 سنين، وفجأة وبدون مقدمات دخلت البنت الفلبينية اللي كانت بتشتغل في البيت على بنت عمي الحمام وقضت عليها هي والبنت. وعن سبب ارتكاب البنت دي للواقعة قالت رولا: أكيد مريضة نفسيا، لأننا اكتشفنا بعد كده إن عندها سوابق. اتقتلت بنت عمي، كانت صدمة كبيرة كمان، شفت الأشياء الدم والهيدا. الشهرة ودخول رولا عالم الفن عوضها كتير عن اللي شافته في حياتها، وحب الجمهور ملا حياتها طاقة وإيجابية زي ما دايما بتقول، لحد ما قابلت الحب الحقيقي في حياتها وهي بتحتفل بعيد ميلادها في 2020، لما قابلت بالصدفة في نفس مكان حفل عيد الميلاد مهندس سوري اسمه يحيى خضر، وبعد ما تعرفوا على بعض اتبادلوا أرقام التليفونات وبقوا أصحاب. في فترة من الفترات سافرت رولا لمصر بسبب ارتباطات فنية، وساعتها حس بنقص كبير في حياته، وأدرك وقتها إنها مش مجرد صديقة، وفعلا اعترف لها بحبه، وهي كمان اعترفت له بإنها حاسة ناحيته بنفس الإحساس. وعاشت رولا مع يحيى قصة حب نستها ألمها، واتخطبوا رسميا واحتفلوا زفافهم في يوليو 2021. صحيح الحياة بتبقى أوقات قاسية قوي، بس خليك دايما عندك إيمان وأمل في إن بكرة أكيد أحلى.